الأهلي يفتتح مشاركته في البطولة العربية بالخسارة أمام الفيصلي الأردني بهدف مقابل لا شيء. النادي الأهلي دخل المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي حراسة المرمى، على يمينه باسم علي، وعلى شماله صبري رحيل، اتنين مدافعين رامي ربيعة ومحمد نجيب، قدامهم في النص أكرم توفيق وعمرو السولية، على يمينهم كريم نيدفيد، وعلى شمالهم ميدو جابر، في القلب جونيور أجاي، تحت مهاجم وحيد عمرو جمال. كابتن أحمد أيوب ولاعيبة النادي الأهلي دخلوا المباراة بصفة إنها بطولة ودية، ما كناش شايفين أي طابع رسمي في المباراة. الشراكة اللي موجودة بين رامي ربيعة ومحمد نجيب كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. كنا متخوفين بعد رحيل أحمد حجازي الاحتراف في وست بروميتش ألبيون. الشراكة اللي كانت هتحصل ما بين رامي ربيعة وسعد سمير كنا متخوفين منها. دلوقتي بقى الضلع التاني في الناحية الدفاعية اللي هو محمد نجيب بقى يمثل عبء، والنادي الأهلي بقى تخاف من وجود محمد نجيب بجانب واحد من رامي ربيعة وسعد سمير بعد الخطأ اللي شفناه حصل في مباراة الفيصل الأردني، وأثمر على الهدف الوحيد اللي انتهت بيه المباراة 1-0. لو جينا نبص على الحاجات التانية اللي حصلت في المباراة والفنيات، هنلاقي إن صبري رحيل بقى نقطة ضعف كبيرة النادي الأهلي من ناحية الشمال. أي مدرب هيلاعب النادي الأهلي في عدم وجود علي معلول واعتمادنا على صبري رحيل في الناحية الشمال هيستغل النقطة دي لصالحه. هيلعب بجبهة يمين قوية تقدر تخترق النادي الأهلي، تقدر تخترق صبري رحيل اللي شفناه بيزيد زيادة رهيبة في الناحية الشمال، وياريت زيادة بنفع. صبري رحيل عامل 14 عرضية غلط في مباراة واحدة، رقم قياسي سلبي ما اتعملش في العالم كله. لما تلاقي ظهير ايسر مش عارف يرفع اوفر واحد صح في مباراة، دي تبقى حاجة عظيمة في عالم كرة القدم بالسلب، بطريقة غير مقبولة اساسا. لما نشوف ان اللي بيلعب قدامه في المنطقة دي ميدو جابر، ميدو جابر اللي هو اكتر لعيب النادي الاهلي الموسم ده اخد فرص وما قدرش يستثمرها. لو الفرص دي كانت راحت لواحد من عماد متعب او صالح جمعة في الوقت اللي كانت جماهير النادي الاهلي بتهاجم فيه صالح جمعة، ما كانوش هيسيبوها. ميدو جابر اعتماده كله واللي هو جاي بيه من نادي مصر المقاصة او اساسيات الكرة عنده الف ب، ان انا ارقص اللعيب على الواسع واسدد على المرمى مباشرة. كل المهم بالنسبة لي ان انا احرز هدف، ان انا اسمي يتكتب في شريط المباراة، احرز الاهداف. ميدو جابر مش مهم الفريق يكسب، مش مهم الفريق يخسر. كمية انانية رهيبة. جمهور النادي الاهلي مش هيقبل بالوضع ده. جمهور النادي الاهلي محتاج ان ميدو جابر يقف وقفة مع نفسه، محتاج ان هو يحسم قراراته، محتاج يلعب جماعي اكتر، يشتغل على نفسه اكتر، علشان لما يجي يوصل لمرحلة ان هو هيدخل في صفقة تبادلية مع هشام محمد زي ما سمعنا، ما يجيش يقول انا ما خدتش فرصتي، النادي الاهلي ما ادانيش فرصة، النادي الاهلي ظلمني، والكلام اللي بيحصل كل موسم. انت جاي وداخل في الصفقة بتاعتك احمد الشيخ هداف الدوري المصري اعارة مع نادي المقصة اللي قدر ان هو يوصل بيهم المركز الثاني وهيلعبوا السنة الجاية في دوري ابطال افريقيا. فانت لازم يكون المركز بتاعك حساس شوية عن كده. الناحية التانية لما نيجي نبص عن كريم نيدفيد، كابتن احمد ايوب كان بيعمل تبديل مراكز بحيث ان هو كان بيبعت ميدو جابر ناحية شمال وكريم نيدفيد ناحية اليمين، واوقات كان بيخلي ميدو جابر هو اللي بيلعب ناحية اليمين وكريم نيدفيد ناحية شمال. والافيد فيهم النادي الاهلي لما كان كريم نيدفيد بينتقل للناحية اليمين ويلعب جنب باسم علي اللي شفناه بينطلق من ناحية اليمين يعمل اوفرات. بس المشكلة ان 18 النادي الاهلي مفيهاش الفرود الصريح، مفيهاش عماد متعب بتاع زمان، مفيهاش حسام حسن، مفيهاش الفراودة اللي تقدر تخلص اهداف. شفنا عمرو جمال في مباراة الفيصلي بينزل لحد نص الملعب علشان يستلم، عايز يسدد، نفس طريقة اللعب اللي كان بيلعب بيها ميدو جابر المباراة، نفس الأنانية. بعد عمرو جمال ما رجع في مباراة القطن الكاميروني قلنا ان هو هيرجع عمرو بتاع زمان، الثنائية هتخليه اقوى، هيتحدى نفسه، كان محتاج هدف عشان يرجع. كل الكلام ده كأنه ما حصلش. رجع عمرو جمال بتاع بعد الإصابة، رجع عمرو جمال عايز يثبت نفسه بطريقة غلط، فاكر ان هو لما هيحاول يحط اهداف هي دي الطريقة اللي هيقدر يثبت بيها نفسه، بس الكلام ده ما حصلش. جونيور اجاي وجوده في المركز 10 بيقتله، بيمحي اي فرصة لظهور جونيور اجاي بصورة جيدة في المباراة. لما شفنا جونيور اجاي موجود في المركز 10 اللي بيبقى مطلوب منه ان هو يكشف زوايا اللعب لزمايله، المفروض منه ان هو يباصي في المناطق دي، يلعب للمهاجمين سواء عمرو جمال او ميدو جابر لما بيخترق او كريم نيدفيد لما بيزيد، باسم علي الباك اليمين. جونيور اجاي معرفش يعمل
الطريقة دي لوحده، الطريقة دي عايزة لعيب كورة حريف، مولود حريف، بيعرف يباصي، بيعرف يخلص كور لنفسه، بيعرف يسدد على المرمى. انما جونيور اجاي يا اخوانا المكان الوحيد اللي بيعرف يلعب فيه الشادو سترايكر الصريح، اللي بيقطع من 18 الفريق المنافس ويخش ويعرف يحط اهداف. ودي الطريقة اللي جونيور اجاي بيحط بيها اهداف مع النادي الاهلي، وبيبقى باين فيها اكتر واوضح، زي كهربا، زي محمد حمدي زكي، زي محمد ناجد، وكل اللعيبه بتلعب شادو سترايكر دي. هو جونيور اجاي المركز الاساسي بتاعه شادو سترايكر. ثنائية نص الملعب اللي ما بين عمرو السولية واكرم توفيق نفس الفشل بتاع محمد نجيب ورامي ربيعة، الاتنين نفس طريقة اللعب. عمرو السولية بيلعب بوكس تو بوكس صريحة، بيتحول في الطريقة الهجومية النادي الأهلي عشان تبقى الطريقة 4-1-4-1، وبيسيب فدان لأكرم توفيق في نص الملعب، مش بيقدر يغطيه لوحده. والكلام ده حصل بزيادة في الشوط التاني لما النادي الفيصل الأردني قدر إن هو يتقدم بهدف بعد الغلطة اللي حصلت ما بين محمد نجيب والشناوي ورامي ربيعة. واللي انا شايفها ان التلاتة يشيلوا المسؤولية بنسب متفاوتة، يعني النصيب الاكبر في الخطأ هيرجع لمحمد نجيب. محمد نجيب الكرة كانت معاه ناحية الشمال، اقرب حاجة يعملها المدافع في الاوقات اللي زي دي يا يطلع الكرة رمي التماس، طلع الكرة ضربة ركنية، يا يرجع الكرة حارس المرمى زي ما هو عمل. بس هو نفذ الكلام ده غلط. محمد نجيب بص في الارض، حدد مكان محمد الشناوي اللي هو كان تقريبا واقف في نص الجون بتاعه، قرر بعدها محمد الشناوي ان هو يتحرك وياخد اقرب زاوية ليه. محمد نجيب لعب الكورة على اول مكان عينه راحت عليه، شفناه لعب الكورة هنا. اللوم الاكبر بعد محمد نجيب يرجع لرامي ربيعة اللي شفناه سرحان تايه. مهاجم الفيصل الاردني قطع من وراه، قدر ان هو يحط هدف، وقدر ان هو ياخد 3 نقط من النادي الاهلي مهمة كانت كفيلة ان هي تحطه في صدارة المجموعة وتريحنا من كل الحسابات اللي احنا هندخل فيها. عندنا المباراة اللي جاية نصر حسين ضاي اللي عنده 3 نقط، مباراة صعبة، مباراة لازم فيها وقفة، لازم حل، لازم اللعيبة تاخد فرص. حتى التغييرات بتاعة النادي الاهلي اللي شفناها في المباراة بتاعة الفيصل الاردني ما كانتش التغييرات السليمة. اول تغيير كان وليد ازارو، لعيب انت لسه جايبه جديد عايز تحكم على مستواه، ايه المانع ان هو يبدأ من اول مباراة؟ وحتى لما نزلت وليد ازارو وزادت عندك الفعالية الهجومية والحيوية، سحبت اكرم توفيق اللي بقى ديفندر صريح لما بيزيد عمرو السولية، ورجعت كريم نيدفيد في نص الملعب علشان يبقى نص الملعب مكون من كريم نيدفيد وعمرو السولية، 2 مهاجمين، عمرو جمال ووليد ازارو، تحتهم جونيور اجاي، وعلى شمالهم ميدو جابر. لحد ما قرر الكابتن احمد ايوب يسحب ميدو جابر بعد عناء وبعد مطالبة جماهير النادي الاهلي على مستوى الكرة الارضية كلها، وينزل باحمد حمودي عشان يلعب ناحية اليمين. ويقدر احمد حمودي بالتصويبات بتاعته بنقل الكرة للعيبة زمايله ان هو يفتح زوايا تمرير، ان هو يشكل خطر حقيقي على دفاعاته حارس مرمى الفيصل الاردني. لكن كل الكلام ده ما حصلش عشان ينزل عمرو بركات في الدقيقة 87. يعني الواحد مش متخيل الكابتن احمد ايوب مستني ايه من لاعب هينزل الدقيقة 87، سواء كان عمرو بركات، سواء كان عماد متعب، سواء كان اي لعيب في النادي الاهلي هيقدر ان هو ينزل هيعمل ايه في ال3 دقايق اللي فاضلين دول. علامات الاستفهام اللي بتتوجه لإدارة النادي الاهلي والجهاز الفني، فين اللعيبة اللي قلتوا هتحضروها في البطولة العربية، سواء كان احمد حمدي، سواء كان رمضان بيكهام، احمد ياسر ريان، عماد متعب اللي قلته هياخد فرصته، اللي جماهير النادي الاهلي محتاجة منكم كإدارة وكجهاز فني موقف حاسم. يا عماد انت مكمل، يا عماد انت مش مكمل وملكش مكان وسطنا في الوقت الحالي. ليك حرية الاختيار ان انت تفضل في النادي الاهلي او تعتزل وتمسك منصب اداري او تروح لنادي تاني. ولو ان الاحتمال الاخير مستبعد، عماد متعب ما ينفعش يسيب النادي الاهلي. يا ريت الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي ياخد البطولة دي بمحمل الجد، بطولة مجموع جوائزها 2.5 مليون دولار، تفوق الجوائز بتاعة تتويج بدوري ابطال افريقيا، مع الفوارق طبعا ان بطل دوري ابطال افريقيا بيلعب في كاس العالم للانديه، بطوله قاريه بتضاف لتاريخه. لكن فلوس البطوله دي انت اولى بيها من اي فرقه تانية، تقدر تدعم بيها الصفوف بتاعتك، تقدر تجيب مدافع افريقي
مش عارف ليه النادي الاهلي مش بيفكروا اوت اوف ذا بوكس. ليه كل تفكيرنا منصب على المهاجم؟ ليه كل تفكيرنا منصب على لعيب في مركز 10 مع ان انت عندك احسن 2 لعيبه في مصر بيلعبوا في المركز 10؟ يا ريت اداره النادي الاهلي توضح لنا موقف عماد متعب الايام الجايه، عشان الموضوع زاد عن حده. لما الناس تطلع تقول ان عم حارس، مع كل احترامنا وتقديرنا لتاريخ عم حارس في النادي الاهلي، وعم حارس طبعا قيمه وقامه وفوق راسنا والكلام ده كله، لكن يعني ايه كابتن احمد ايوب يطلب من عم حارس يقول له خلي عماد متعب يسخن، وبنطلع في تصريحات وخصومات والكلام ده كله؟ لازم موقف من اداره النادي الاهلي تجاه عماد متعب. لازم نحقق الفوز والتلاتة بونت في المباراة اللي جاية عشان خاطر نضع قدم في الدور نص النهائي من البطولة العربية. واشوفكم ان شاء الله في حلقات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.